اكسباندرز عشان الجلد يعمل، واللي قال لي تحلقي شعرك وتاخدي جلد من الجمجمه. بلوجرز طلع بلوجرز تقولك لا يمكن يكون ما ردش عليها، لا يمكن يكون كان بطل مش عارفه ايه، لا يمكن ايه. شرفك انت، شرفك. ولا انت واخدالك قرشين ولا ايه؟ لا مش قرشين، قرشين 3 4 5. مساء الخير، ازيكم؟ والحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي عايزة أقوله، بس أنا عارفين يعني أولا أنا عايزة أقول لكم إن أنا يعني عيلتي وأهلي كلهم زعلانين جدا مني، إن أنا طلعت واتكلمت ووريت صوري وحاجات كده. يعني مفيش حد بيقول أنا عملت عملية تجميل وكده، بس هي المشكلة إن مش أنا اللي قلت، يعني مش أنا اللي قلت خالص. أنا طالعة أتكلم النهاردة ليه؟ مع إن المحامي بتاعي قال لي ما تتكلميش خالص، عشان أنا نفسي أفضفض، يعني نفسي أقول لكم قد إيه أنا مقهورة، وقد إيه أنا زعلانة، وقد إيه أنا حزينة، وقد إيه أنا دخلت في ديبريشن واكتئاب. أظن إن أنا مش هطلع منه على خير. ليه بقى؟ أنا جالي قبل كده يعني عشت مشاكل كتير يعني قبل كده في حياتي، ما طلعتش اتكلمت عنها خالص. يعني محدش يعرف انا اتجوزت مين، اتطلقت من مين، عملت ايه مع حياتي الشخصيه مش اكسبوزد خالص. حياتي المهنيه غصب عني بتطلع بره، وكل ما واحد يحب يتكلم عني يقولك ايه، حتى الدكتور ده تم وقفها مش عارفه كام مره، تم وقفها مش عارفه ايه، اتوقفت عن العمل. على فكره هو انا ما توقفتش في حياتي خالص غير مره، ساعه السمنه. ومفيش اعلامي على وجه الارض ما توقفش، من اول عمرو اديب لزمان سمير صبري ل ناس كتير قوي، ناس تامر امين، ناس كتير قوي قوي قوي. مفيش حد في شغله ما بيتعرضش احنا شغلنا فيه وجهة نظر، فممكن وجهة النظر الناس تتعارض معاك، تقول كلمة تتفهم غلط، يحصل كتايب إلكترونية وضغط عليك. فلما بسمع الحقيقة الكلام ده بستغرب جدا. أنا إعلامية محترمة وبحب بلدي جدا وقدمت حاجات كتير قوي قوي قوي. في الحقيقة أنا مش طالعة أتكلم عن نفسي الحقيقة النهاردة، أنا طالعة أتكلم عن الناس اللي ما عندهاش رحمة خالص. طالعة أتكلم عن الناس اللي فاهمة إن ربنا بيرجعش الحق. يا حرام يعني حرام عايشين يعبثوا في الأرض كده، فاهمين إن ربنا يعني كل اللي يقابلني يقول لي إيه، كل اللي يكلمني يقول لي إيه، هتاخدي إيه من القضايا والقانون، وهتفضلي 4 5 سنين وفي الآخر مش هتاخدي منه حاجة لأنه لبناني.